الجرح ما بيتلمش. بتفقد ولدها 3 مرات. كل ما الفرحة تقرب الموت يخطف لها شاب. قصة مصطفى هيكل وأبطال الأعماق. يا وجع قلبك يا مصطفى. دي حكاية مصرية ربنا ابتلاها بابتلاء يهد الجبال. كل ما ولد يكبر عندها وبدأ يدخل سن الخطوبة ويجهز لفرحته، يا الموت يا المية تاخده. والمرة دي الدور على ابنها الشاب مصطفى هيكل اللي عنده 24 سنة واللي كان بيجهز لفرحه في بلبيس. مصطفى ربنا يرحمه كان خلاص خطب وأمه كانت فرحانة بيه، بتقول هفرح بيه وأشيل عياله. وقبل الفرح مصطفى نزل عشان يجيب المراتب، لكن القدر كان بيخبيله مصير إخواته الاتنين اللي راحوا قبله بنفس الطريقة. الموت خطفه، مصطفى غرق. الأم دي قلبها انفطر قبل كده على ولدين تانيين. كل ما ولد كبر وبدأ يدخل سن الخطوبة والرجولة ويستعد للفرحة، يا يغرق يا يموت بنفس الطريقة. دي 3 صدمة ليها في ضناها. 3 أبناء راحوا في عز عمرهم بنفس القدر الموجع. في وسط المأساة دي بتظهر رجالة جدعان قلوبها على الناس قبل ما تكون على أهليها. بنشوفهم دايما في كل بلاغ غرق، في عز الفطار أو وقت السحور في رمضان، سايبين بيوتهم وأهلهم وجاريين على المية. واحد من الرجالة دول هو البطل الكابتن محمد الدولار. الراجل الجدع ده شفناه قبل كده في بحثه عن أحمد حمدي. كل ما بيكون في بلاغ غرق تلاقيه من أول الناس اللي بتجري، بيصارع المية والظروف الصعبة عشان يدور على المفقود، عشان يريح قلب أم وأب. ده واحد من الناس القليلين قوي اللي بجد ترفع لهم القبعة. دلوقتي عملية البحث عن جثمان مصطفى هيكل لسه جارية في بلبيس. الفرق بتشتغل والكابتن محمد الدولار وكل الغواصين دول بيقدموا أرواحهم، بيحاولوا يجيبوا أي خبر يطمن قلب الأم المكلومة دي. دي قصة بتوجع القلب وبتورينا إن في رجالة جدعان بتضحي بنفسها عشان خاطر غيرها. بنقدم تعزينا لأهل مصطفى وربنا يربط على قلب الأم الصبرة دي. ويا رب يا كريم تظهر جثة مصطفى عشان الأم دي تعرف تدفنه ويلاقي اللي يستريح فيه.